بس اسمع يا جماعه، اغرب سالفه صارت لي هنا في امريكا. ايش سالفه اثنين؟ ايش صار؟ لما وصلت مطار سان فرانسيسكو اخذت تاكسي حلو، وانا راكب في التاكسي طبعا قاعد اصور فلوج، وكالعاده احط الكاميرا علي وقاعد اصور كذا وجهي واقول هنا الاجواء غير، هنا الاجواء مغيمه، شوفوا كيف الطريق زحمه، واللي يسوق ساكت ما قال ولا شيء. الطريق كان تقريبا كذا من نص ساعه الى 40 دقيقه، ولما وصلنا الفندق قال لي انت كنت تصور في السياره صح؟ قلت لي، قال لي خليك انا بتصل على الشرطه. شرطه ايش؟ احسبه يمزح. قال لي في البدايه انت كنت تصور في سيارتي، وثاني شيء انت ما اخذت الاذن مني، وهذا هنا ممنوع في امريكا قانونيا، فلازم تتصل على الشرطه عشان يجون يتفاهمون معك. قلت له طيب اول شيء هذه اول مره لي في سان فرانسيسكو، وثاني شيء قاعد اصور يعني صورت وجهي انا، انت ما طلعت وجهك ولا صورتك ولا بينت في الكاميرا، وثاني شيء قاعد اصور الطبيعه والشوارع. ويقول لي لا لا هذا خطا، جيب الكاميرا، جيب الممري، اعطني الكاميرا، اعطني الممري. قلت له ما بعطيك الكاميرا ولا الممري، تبغى تتصل على الشرطه اتصل، انا ما سويت شيء خطا. وجالس يهدد وقال ما ادري ايش بتروح السجن وبتدفع غرامه، واعطيني احسن لك الكاميرا واعطيني الممري، انا بمسح كل شيء واعطيك اياها. قلت له تمسح كل شيء وانا مصور فلوق من الصباح واخرتها تمسحها. قلت له خلاص، بس المشكله ما ادري ايش فيه، هو معصب قاعد يصارخ واللي يلتفت واللي طالع، وشنطه السفر هنا وشنطه الكتف طايحه على الارض والكاميرا معاي. قلت له انا بوريك الفيديو اللي انا صورته وشوف اذا انت طلعت فيه ولا لا. قال لي لا انت خطا تصور سيارتي، راكب تاكسي ايش اللي سيارتك ما سيارتي. وفي الاخير يمكن بعد اكثر من 50 دقيقه من بعد الكلام وسالفه وبجيب الشرطه والعالم طالع تلتفت، قال لي يلا خلاص بس بشوف الفيديو وامسح اللي انا اقول لك عنه. وشاف الفيديوهات كلها ما حصل ولا نقطه اصبعه ما طلع فيها، قاعد شافني قاعد اصور طبيعه وكنت اصور نفسي. طيب بعد مسحهم وكل شيء شاف كاميرا جو برو، قال افتح الكاميرا هذه. قلت مو مشكله، وجيت بوريه الكاميرا ما قدرت افتحها من نفسها من الكاميرا نفسها، قلت لازم لابتوب. قال لي لا اجل انت كنت مصور منها طول الوقت. قال يا الله، واطلع اللابتوب من الشنطه. طيب فتحنا كاميرا جو برو، للامانه انا اعرف اني فشلت. ليش؟ انا دائما احط الكاميرا وراي تصير تصورني انا، تصور من ورا وتصور اللي يسوق بس من ورا، يعني مو واضح فيه ولا شيء. شوف كيف يا جماعه بهذه الطريقه، يعني حتى اللي يسوق ما يبين مين، لكن هو شاف ان هذه سيارته وانا عصب هنا خلاص فجاه كذا قلب. وشوي فجاه هو كذا معصب رن جواله ويوريني شوف مدري مين اسم مدري مين. طيب ايش دخل الحين هذا في الموضوع؟ الحين الصوره هذه تبغاني امسحها ولا اخليها؟ ومن بعدها صمم اني انا اعطيه الممري، لازم ياخذ الممري يقول، ولا بتصل على الشرطه. قلت له هذه اللقطه خلاص بمسحها الحين اوريك اياها في اللابتوب قدامك وامسحها، مو مقتنع. وفي النهايه توقعنا ايش؟ والله شيء يزعل، اعطيته $20 قال خلاص يلا معلش وراح. بس كذا الحين جلسني ساعه في الشارع قدام العالم تصارخ مدري ايش، وفي الاخير عشان $20 خلاص سكت ورحت. كان من اول قلت لي طيب تاخرنا بتصوير فلوقات، تونا جايين اول مره وهواش وصراخ مدري ايش، اخرتها كذا. والله شيء يزعل يا جماعه، لكن هذه من احد المشاكل اللي واجهها تصوير فلوقات. انا ما قلتها بفلوق ولا بقولها، بس اقول لكم انتم هنا، فتسالون كل الخير والله مهما صار.